تخيل إنك جوه متحف في برلين، بتبص تلاقي وش أجمل ست في العالم، الملكة المصرية نيفرتيتي، واقفة بفخر وكأنها بتسأل هو أنا مكاني هنا؟ تروح لندن تلاقي حجر رشيد مكتوب عليه أسرار عمرها آلاف السنين، واللي فتح باب فهم الحضارة المصرية كلها بفك رموز اللغة الهيروغليفية. وفي باريس تشوف سقف مرسوم عليه السما كلها بأماكن الكواكب والنجوم والشمس والقمر. أقدم خريطة فلكية في العالم، بس دي مش سما باريس، دي سما مصر، إلا إن العالم شاهد إن القطعة دي ملك مصر، جزء من هوية وتاريخ المصريين. الآثار اللي خرجت في زمن الاستعمار، ودلوقتي القانون الدولي واليونسكو بيشجع الدول على استعادة التراث، وإن الآثار ترجع لأصحابها الأصليين. حقنا المشروع نطالب باسترجاعها، رغبة شعب، قضية وعي وهوية وشعور بالانتماء. نوصل رسالة للعالم إننا مش ناسيين تراثنا، والطبيعي إن آثار مصر مكانها مصر.